مش عارف هتتفق معايا ولا لا، بس ده احسن ماتش شفته للزمالك في الموسم الحالي. الزمالك المصري، فريرا عمل النهارده كل حاجه كان بيتمناها منه جمهور الزمالك. في حاجتين النهارده لعيبه الزمالك بدات الاتقان في تنفيذها. الحاجه الاولى ودي باينه ليك وباينه ليا وباينه لاي حد بيتفرج على كوره، هي الاتقان في الخروج بالكوره تحت ضغط ضد اي منافس، وده شيء مساعدنا فيه بشكل كبير بكل صراحه محمد صبحي واتقانه للعب بقدمه بشكل مميز. الشيء الثاني ان لعيبه الزمالك اخيرا قررت انها تضغط بشكل جماعي. النهارده تلاحظ ان عدي دباغ لما بيضغط في ظهره ناصر ماهر، بتزيرة ادم كايد، رباعي بيضغط على خط الظهر. فرصه ان خط دفاع المصري يغلط كبيره، فرصتك في استعاده الكوره اكبر. تالق دونجا وتمركزه الصح مديك الامان والاريحيه انك تضغط بقلب جامد. شفت لما دونجا بيتالق بتقدر تلعب ازاي؟ من اول ما جه خوان الفينا بقول يا عمر جابر اعمل الاوفرلاب 50 مره في الماتش، هتعمل عرضيات، هتقطم وهتشغل الراجل اللي معاك. ناصر ماهر لما ابتدى يركز على اللعب، ولما ابتدى برضه يسمع للجمهور، ولما ابتدى يشغل اللعب الجماعي، اظهر لنا نسخه ناصر ماهر اللي الجمهور بيحب يتفرج عليها. فريرا في عز ما احنا كسبانين ما زلت مقتنع ان فيريرا لسه بيستكشف الفريق، لسه بيستكشف المجموعه، بيحاول يعرف قدرات كل لعيب، بس في بوادر امل. محمد اسماعيل عرفنا ليه النهارده فضله على مصدق، عمرو ناصر لما نزل تبديل عرفنا ليه فضله على ناصر منسي. فاتمنى ان احنا نستمر على الشكل ده لان هيفرق معانا جدا، خصوصا انك استعدت الصداره والثقه وعلى حساب فريق كبير زي المصري.